السلام عليكم. الاسعار هتبعت لي رساله على الواتس، ابعت لك اللوكيشن والاسعار واسعار الباتريات وكل حاجه. عايز تعرف اسعار الحج والعمره؟ احنا عاملين شركه الحمد لله محترمه للحج والعمره برضو، خليك في المضمون معانا مفيش مشكله. عايز تيجي تشتري حاجتك على طول من غير حجز يبقى يوم الجمعه، بس تكلمنا قبلها بيوم او اتنين وتعرفني انت جاي عشان اجهز لك حاجتك. عايز ان انت الحاجه تجيلك عندنا خط القاهره ان شاء الله يوم كل حد، او جايز يبقى 3 4 يعني يوم الحد اساسي ان شاء الله. بنطلع اجا متغمر بنها كفر شكر لغايه نزله ايوب على الدائري، بنها الحر يعني نزله ايوب لغايه صفه اللبن الجيزه ونرجع. بتدفع الام 50 جنيه، شكاره العلف 35 جنيه. جزاكم الله خير. رقم التواصل اللي هتتواصل عليه على الواتس 010 64 61 9771، واللي عايز حاجه يحجز او يجي يوم الجمعه سوق الجمعه. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم حبايبنا الكرام متابعين قناتكم أرانب الخير. دايما بتدونا الأمل، بنحبكم في الله. جزاكم الله كل خير. أبطال اليوتيوب، أبطال التعليقات، أبطال البث المباشر. لو عايز أي حاجة في الأسئلة وكده، في فريق دعم مستنيك على التعليقات. ما تقعدش تطلب كتير بقى. أنا هاكل برسيم أنا يعني الأرنبة ولدت. عندك مدرسة الشيخ سامر تابعها يا ابني، هتبقى كويس يعني. أنت فاهم إزاي؟ اعمل لايك، اشترك، اي حاجه يعني مفيش مشكله. بنحاول ان احنا نفيدك على قد ما احنا قادرين. معايا عمر طبعا من دمياط، اول الوافدين من قبل الصلاه. وحذرنا قبل كده يا جماعه، اللي يجي ده اسمه قبل الصلاه، فانت بتروح تصلي بدري. نصيحه لوجه الله، تروح تقعد في المسجد، ولا الارنب هينفعك ولا الشيخ سامر هينفعك. صلي الجمعه واتبسط ان شاء الله في الطريق في اي حته الاول، وبعد كده تيجي سوق الجمعه. اول الوافدين عمر طبعا. يا دوبك انا يعني حتى ايه ما لحقتش اروح يعني. المفروض انا اصلا بصلي بعد كده اروح اغير وبعد كده اجي. فطبعا الله يسامحه بقى عمر ما فيش مشكله. ده عشان بس اللي بعد كده يا عمر يعني انت فاهم ازاي، عشان ما تجيش تقعد يعني انت صلي في الطريق. ادي لنا ايه ساعه بعد الصلاه كده. ايوه على الساعه 2 على الساعه بعد الصلاه يعني. ايه الصلاه بتخلص واحده، تقوم انت تيجي 1:30 2، فتبقى الدنيا جميله بعد كده يعني لو جيت تاني يعني ان شاء الله. انت منين بقى؟ من دمياط ان شاء الله. من دمياط. انت بتقول لي من الحرب مش كده؟ انا نصيتكم شارع اشرف بتاع الجمبري، راجل محترم طبعا، حبيب وصديق وعشره عمر يعني. طيب انت ايه اللي جابك هنا؟ والله يعني السمعه. بشوف الشيخ سامر بسم الله ما شاء الله شغله على اليوتيوب يعني ما بيغشش حد، ما بيخرجش يعني. حتى هو لو مثلا بيقلب في الارانب بتلاقى مثلا ارنب عنده عرقوب اي كلام من ده، ما بيرضاش يديه اللي جاي يشتري. طب ما احنا جايز مثلا الكلام ده احنا عاملينه مثلا على اليوتيوب بنشتغل الناس. لا فعلا، بس انا جيت وان شاء الله هشوف ان شاء الله. هنضحك عليك ولا ان شاء الله؟ طبعا النهارده سوق الجمعه. قبل ما تيجي تتصل بيا تقول لي يا شيخ سامر قبلها بيوم 2 3 يعني، شيخ سامر انا عايز كذا عشان اقول لك ايه تعالى يوم سوق الجمعه. وزي ما قلنا تيجي ايه يعني ايه يعني على الساعه 2 ادينا مساحه بس نيجي، عشان انا مش عايزك تيجي تقعد فتره طويله زي عمر كده. بيصعب عليها الناس تيجي تقعد لان الناس وراها مصالح يا ابني. انت فاهمني ازاي؟ واللي مكسل مش عايز يجي، يا ريت كان اتعمل معانا كده يا عمر يعني. يا ريت وانا صغير مثلا وقدكم كده واصغر منكم بروح نفسي كنت اقف بره في الشارع وما اقدرش، ويجيب لك 3 4 ارانب ويقول لك خدها هم انت فاهمني ازاي، ونقي من دول وما فيش الا دول. وهو ده اللي بنشوفه موجود لغايه دلوقتي، ما حدش بيدخل حد مزرعته ولا الكلام ده كله. الناس اللي بتعمل كده ربنا مش هيبارك لها في مالها. هو حر بقى. انا بتكلم انت خلينا في الايجابي مش في السلبي. خلينا ايه كل واحد احنا بنقول ايه، احنا بنعمل حاجه كويسه اهو فنمسك فيها. أكيد. صح ولا لا؟ أكيد. طيب انت بقى علشان انت مبتدئ ما انتش عارف حاجه خالص. تمام. شاب مبتدئ يا عيني نفسك. ما هو المصيبه في ايه؟ انت عارف يا عمر اللي بيزعلني ايه؟ ايوه. ان مثلا زي عيني انت اصلا تلاقيك عامل جمعيه محوشهم شقيان بيهم واخدهم سلف مش عارف منين، فتيجي واحد زيك نفسه يبقى ايه؟ يعمل مشروع جنب شغله جنب دراسته، حاجه يفرح بيها. الارنبه تولد يكبرهم يبيع يجيب شكارتين علف. انا فاهم الكلام ده والله فاهمه.
فمش مصدق فرحان قوي. أيوة. فانا مش مصدق ان انت تنصب على واحد جاي ياخد 4 ارانب. قيمتك ايه؟ ده ال4 ارانب كلهم قيمتهم ايه يا اخي؟ طيب نعكسها بقى. طب وانت ليه بقى يا عمر تخلي حد ينصب عليك؟ ها؟ هو لو بايدي مش لا هخلي حد بإيدي. ينصب عليها، بس انا مبتدئ. لا لا، احنا ما قلناش انت ايه، انت ما انتش مربي جيد لسه، او ما انتش مربي، لكن ما انتش مبتدئ في تقليب الارنب، لان انت شربته من مدرسة الشيخ سامر وعرفت الارنب. انت بتقول اتفرجت عليك وانت بتبيع. سمع يعني ايه ارنب كويس، وما حدش يجي لي الا لما يكون عارف يعني ايه ارنب كويس. اتفضل. الارنب يبقى ظهره كويس ودانه اول حاجة ها، ظهره. ظهره كويس. كويس يعني ايه؟ عريض مليان. طب احنا اخترنا 4 امهات أيوة. من دول. تعال اما نشوف، واحنا اخترنا له، تعال اما نشوف عملي كمبتدئ ما انتش عارف حاجه. انت عايز 4 امهات، عملت السلاكه. طب انت عملت الاول السلاكه؟ ايوه ان شاء الله. طهرت المكان. غرفه جميله في جو لمبه حمراء كده ولا حاجه عشان الدنيا كله تمام. طب ما تيجي نوصف الارنب الحلو كده، تيجي تقول تعال يلا تعال ما نشوف النتايتين الوحشين دول، الواحده البيضه طب ما تعال ما نشوف دي كده. تعالى يا عمور، انت هتضربينا ولا ايه؟ ما شاء الله. تعالى يا حازم. حازم، استاذ حازم هو اللي بص. ارنبه وحشه خالص. ايه رايكم في الارنبه دي؟ ايه رايك يا حزوم؟ شفتوا الاموره الصغننه دي؟ شويه بكاره، الله اكبر. طيب نمسك ظهرها كده، امسك. ظهرها مليان. يهمني علام حلو. لا مش من هنا، تطلع الارنب. طب الاول لما اجي امسك ارنب اعمل ايه؟ احط ايدي على ودانها. تعالى يا ابني هنا يا ابني عشان الناس تشوف. احط ايدي على ودانها وايه؟ وبظهرها. يبقى انا اتحكمت فين؟ في الارنب. وابعد دايما رجلها عن وشي، لان ممكن تقوم جايبه لي وشي كده اهو، قطعالي وشي. أيوة. طيب بس او شفت فلفصت، نقفل ونحط الايه؟ الارنبه هنا. تمام. بسم الله ما شاء الله. ظهرها عريض. ايه اللي عرفها؟ من مسكة ايدي هو باين. لا ما هو انا ما هي مسكة لازم ايدك. العملي. مسكة ايدك الناس مش فاهماها، انا فاهمها لك بقى. يعني ايه انت مسكت ايه هنا؟ تعال امسك كده يا عمر. في لحم صح. أيوة. الارنب اللي ما ملوش ظهر حلو بيبقى ايه؟ ده عظمه، اللي هي السلسله اللي هي فين في النص دي باين، ما فيش حوالين منها ولا شمال ولا يمين لحم. فهمت؟ يبقى ظهرها حلو ازاي يا ابني؟ أيوة. انت عارف الكلام ده؟ تمام. عشان لما ربنا يوسع عليك وتبقى احسن من الشيخ سامر. ده تعمل معنا. انا عايزك تبقى احسن. اسمع مني، انا عايزك تبقى احسن. انا عايز اللي ياخد مني يبقى احسن. ليه؟ مش انا يا سيدي استاذك في الشغله دي؟ فين؟ انت خدت مني المفيد كله صح؟ فاهم. انا عايزك تتطور وتبقى احسن. عشان افتخر بالشيخ سامر يا سيدي مش عايزك تفتخر بنفسك، ما نفتخرش، احنا عايزين انتاج. انا عايزك تفتخر بالولاده مليانه عيال وانت بتبيع وبتكسب، هو ده اللي انا عايزك تفتخر بيه. هتفتخر بالشيخ سامر ليه؟ طيب ايه تاني؟ الودن نظيفه. تصدق ما نشوف الودن، فكرتني. جميله اهي، انتهى بلص ملهاش حل ما شاء الله. طيب ايه تاني؟ كف رجل بقى. الضوافر مش عجوزه. مفيش هنا كتاكيتو اهي. أيوة. ان شاء الله. صح ولا لا؟ كف رجل حلو. تمام. صح ولا لا؟ فاهم. محمره ما شاء الله. الله اكبر. سيوده اتفضل. مريح انت بالك. اتفضل. ما شاء الله. تعال نشوف التانية الشقية دي. ان شاء الله صحة وجمال الله. ما مش عارف امسكها. يا صلاة النبي عليكي. خد يا ابني، الله يرزقك يا ابني، الله يصلح حالك يا ابني ويبارك لك. حلوة دي. العم فنجلة ما شاء الله. فنجلة قوي ما شاء الله. مش لابسة نضارة زي. لا ظهر ايه؟ علو ايه؟ صحة بقى، تعرفش تمسك. شعر ناعم صح؟ ايوه. على في الشيخ سامر حلو اهو. ليه؟ بيدي لك ايه؟ نعوميه مع ظهر. فاهم الفكره؟ ارنب عينيه خلاص. دي عايزه تتقلب؟ لا مش محتاج. مش محتاجه والله ما محتاج. لقح يا سيد. ما شاء الله ما شاء الله. لقحه بس يا بيت. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. رجل سليمه نظيفه، كف رجل حلو، بسم الله. ارنب حوضه واسع، محمر عينيه. خد يا سيد تعال. حاج سيد، حاج سيد الطيب. ولا هو طيب ولا حاجه، بس يلا مش مشكله. تعالى ما نشوف القطقطين دول.
في 22 هنا برضه كمان. يا ما شاء الله. تعالى جنبي هنا كده، شوف ظهرها. ها تمام مش عايزك تحسس، انا عايزك تمسك الظهر. تمام في ظهر تمام. ما شاء الله. كتكوته. كانت لسه صغننه. انت ما هي كبير، ما انت عم نوزيها، عم نوزينها، عدت السن المسموح. اكيد. ايوه لسه صغننه ما اشتغلتش. مش عروسه، الفكره عروسه. بتاع مثلا 8 ايام. ماشي متأكد. 3 كيلو اهي، رزقه 10 ايه من 8 ايام. تمام ماشي 3 كيلو ايه. اللي صغنطوطه اللي مش عاجباك دي 3 كيلو اهي. مش عاجباك دي. طيب نجيب لك بقى ايه الدلوعه دي في وسطهم كده ايه. حاجه اوروبي شويه، حاجه ده. شوف القمر، شوف القمر، شوف الجمال. ارنب الله اكبر عليها، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ظهر، جمال، حلاوه، دلع، شكل. طبعا الشكل ما يخدعش بيه. اكيد. محمره. لا شوف حوضها واسع ازاي، ما شاء الله. كف رجلها عامل ازاي يا ابني. شاء الله. تبنى عليها، تبنى عليها. دي مستقبل، دي مستقبل جميل ان شاء الله. اه والله دي لما تجيب لك 7 8 ولا 10 الله اعلم انت ورزقك ولا تلاقي، انا ما اعرفش. الله اعلم. وتاخد منهم الكبار. ما هي دي بقى الاساسيه اللي انت بنيت عليها. ما انت واخد من سلالات الخير، مش سلالات ارنب هاجين. ما بحبش كلمه سلالات عشان ما نضحكش على بعض. ارنب هاجين اسمه الخير، من المزرعه الخير، ربنا يرزقك منه. خد يا سيد. تمام ايه رايك في الدكار ده؟ تمام والله. انا هحطه اول واحد اهو صح، وهتاخده انت ما يغلاش عليك، احسن واحد فيه. تمام. دكر وحش هضحك عليك وادي لك دكر ده. تعال. الشيخ سامر بيبيع الارانب بمزاج. أيوة. يعني انا اصلا بحب الشغله، مش ان انا تاجر. ما هو تاجر بكسب. أيوة. بس الاساس متعه. أنا بستمتع ان انا اطلع الجيل اللي طالع ورا مني ده هو يبقوا ابطال. تمام. عقده يا جدع، انا اتعقدت والله. تعالى يا عم. الدكر لقح طبعا، انت شفته هو بيلقح. اي انتايه تاني، اي دكر تاني. ما شاء الله ولا حول ولا. طبعا دي ايه من المكلف. عايزين نعلم الناس برضو حاجه هنا، عايزين نعلم حاجه الناس. لو انا عندي دي، هل ده مرض؟ مش ما شاء الله الدكر لسه صغنن اهو، انت فاهم؟ ما شاء الله. وما شاء الله الخصيتين اهم، والعدو الذكري. بس العدو الذكري ايه محمر شويه، عادي يعني لقح كتير. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك. مش عاجبنا قوي برضه. بص يا محمد، بص يا عمر، في حمار خفيف كده، ده ياخد سنتيمتين. ده في حمار خفيف اهو يا جماعه من التلقيح. يعني هو ابيض اهو، بس في نقطه حمراء كده. فطبعا بلاش نشوف ايه غير. انا عايز ده هادي وده هادي. هات كده المتعفرت ده، هات لي. ايوه ده، بسم الله ما شاء الله. هاتوا ولقع من هات لي ده، هات لي الذكر البطل ده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تمام. حلو يا عمر. تمام. صحة، شاب مش عجوز. تمام. كف رجل سليم. ما شاء الله. كف رجل حلو. العضو الذكر ابيض، انت فاهم؟ تمام. خلاص. طب نرميه بقى على ال ربنا يبارك لك. نشوف بس لو يكون في تصمغ ولا حاجه. لا نضيف اهون، نضيف. وريني نفسك بقى بطل. ده لسه انت مش عايز تلقيح دلوقتي، انت عندك ده متلقحه وده متلقحه، ودي تقريبا 10 8 ايام. انت فاهمني؟ بسم الله ما شاء الله يعني. النتايه ده حلوه. خلاص يا سيد. طيب انت المفروض هتعمل ايه مع الامهات دي لما تروح؟ اروح احطهم في السلاك. في السلاك. و... احط لهم الاكل نص الوجبه لمده يوم، نص عشان تعرف مين اللي كل ومين اللي ايه. اتلقحت يا حبيبي؟ ما شاء الله.
ربنا يبارك لك يا ابني. شويه ارانب بس خلي بالك دي 8 ايام ولا حاجه. ماشي. انا حامل بقى 3 8 ايام. ولا اجيب لك واحده فاضيه؟ ماشي. لو عايز تجيب 4 منها ماشي. انت ورزقك بقى. اصل بص خلي بالك ممكن ارنبه تقع واحنا بنحمل نتايه مع ذكر في القفص ام ملقحها. فاهم؟ فبلاها مثلا 3 4 ايام 5 ايام 6 8 ايام فمسكت هي بكري، هي رزقك، هي طلع رزقك بقى ماليش فيه بقى. مش هحوش عن ده. خلي بالك انا بقول لك ايه، ولا اجيب لك غيرها عشان ايه اقول لك اشتغل لك يعني، لكن انا مش هحوشها يا لان هي ارنبه حلوه ان شاء الله، ارنبه جميله. ربنا يبارك لك. ودي اجمل ودي اجمل ودي اجمل. والذكر الله اكبر لسه جاي، لسه جاي يبقى قد كده بس لسه ما ايه. وشوف شعره ناعم ازاي وحلو ازاي وامور ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا عايزك تحن على الذكر كده وايه، تلعب له كده وفي دقنه كده وايه، يبقى صاحبك وعارف ريحتك فاهم الفكره؟ تمام. طيب مبسوط ان انت خدت الحاجه دي؟ مبسوط والله من غير اي حاجه. طب هو اللي انت بتشوفه على اليوتيوب، اللي انت شفته على اليوتيوب بتيجي تلاقيها حقيقه ولا ما؟ والله حقيقه فعلا. طيب هل هسألك سؤال برضو تاني مهم جدا للمتابعين. كلامي معاك في التليفون بيبقى ناشف ولا طري؟ لا ناشف جدا. جدا. صح. ليه؟ تعرف؟ المصلحه مصلحه. لا ما هو مش كل واحد هيقعد يقول لي ايه انا عايز ارنبه ونعمل ايه والحكايه. تيجي بقوم قايل لك هل انا بغلط في حد؟ لا. بقول لك ايه، كلام تيجي بكل احترام، بكل احترام، بس واحد وواحد يساوي 2. لما تيجي هنا هتاخد حقك وزياده. تمام. لان انا بصفي، ما هو كل مصر تكلمك انا عايز ارانب، طب احكي لي، طب بقول لك ايه، بعت رساله على الواتس اخلص اعرف الاسعار ما توجعش دماغي. تمام. خلص. يبقى انا عايز اللي ايه، اللي عايز يشتغل. هتجيلي هنا هتاخد حقك وبزياده. تمام. في واحد يقول لك والله يا شيخ سامر اصل انا ما مش عارف منين كده تبعتهم لي، عايزني ابعتهم له. طب وماله ابعتهم لك، طب ما تدفع حساب النقل. هو حساب النقل يعني انا ابعتهم لك مثلا على حساب مش في عربيه وفي سواق وفي فكسل بقى. فانا مبسوط منك ان انت ايه جيت، حتى لو جيت مواصلات تاخدهم وهتصرف لك دلوقتي هات له ظبط الشكارتين كده ظبطتهم. طب الله يصلح حالك. خلاص انت محتاج حاجه تانية يا ابني؟ هتطلع من دول انتاج كويس ان شاء الله. ربنا يكرمك يا ابني. خلي بالك ممكن الان لا ما تاثرش قوي يا سيد عشان ياخد 3. في واحده هتاخد 3 عشان يبقوا متداريين برضه. خلاص يا جماعه ده اول واحد هنفتح بقى. في جبت فطار يا حبيبي ولا لسه؟ ده ايه؟ ما فطرناش والله يا حبيبي، ما فطرناش يعني هي ارزاق. اتفضل 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 يا حبيبي. الله يصلح حالك يا متولي. خلاص يا جماعه فاحنا هنختم الفيديو بقى. يا رب نكون عند حسن ظنك يا ابني، ربنا يكون عند حسن ظنك على قد ما انا قادر. طبعا اللي بحب اصور معاه بساله الاول يا جماعه، لان طبعا بيبقى موضوع مثلا ساعات الناس تقول لك مش عايز اصور، ساعات بتبقى عايزه اصور، ففي ناس ما بقولهاش فبتزعل. فانا بسال قبل ما اصور، ولو اي حد ما صورتش معاه وكان هنا يا ريت مثلا في اللبخه ولا حاجه حابب يصور معانا يقول لي، يعني يقول لي وانا خدامه، يعني مفيش مشكله. ليه؟ هي الدل على الخير كفاعله واحنا بنفيد الناس. اول زوار سوق الجمعه ان شاء الله. جزاكم الله كل خير. متشكر يا عمر، نورت وبحب اهل دمياط. عايز تقول اي كلمه تانية ولا اي حاجه؟ لا والله تمام، انا مرضي والله. مرضي يا ابني على حاجه؟ والله الحمد لله. طيب شفت بقى اللي بيخاف على اكل عيشه، انت جاي تاخد كام ارنبه؟ 5 ارانب صح؟ عرفت المسكه؟ لا بس هي مش هترضى ترفع، مش هترضى. هي ماسكه، هي ماسكه يا عمر. ماشي مش مشكله. عرفت بقى لو ما شاء الله. ده ما شاء الله ابيض الشامع. التاني في نقطه، في نقطه حمراء 2 سم يومين مضاد حيوي ونقطه عشان العضو الذكري بتاعه ايه في لسعه كده. انت عندك مضاد لا برضه. مش لا الا دي مش هترفع لك. ايوه هدي يالا. ادي انت مش محتاج ذكر دلوقتي بقى. الله يا ابن الذين. طب خلاص مش محتاجه انت دلوقتي. يعني ليه؟ لان انت عندك اداه واحده ان شاء الله تبقى 10. يبقى جس كمان اسبوع كده ولا حاجه اتعلم الجس فيها. وعندك دول برضو ايه تلقاهم بسم الله ما شاء الله. عايز تقول حاجه تانية يا ابني؟
احنا قلنا انت جاي تاخد 4 ارانب وذكر، صح؟ تمام. انا كنت ممكن اقول للسيد ايه؟ ادهم له، فعلا. مش كده؟ لا، لازم اشوف انا اديتك ايه عشان ابقى خلصت ايه. يعني انت لو جاي تاخد قرابه واحده على قد ما انا قادر باجي وبديها لك. خلاص يا ابني؟ بس يا ابني انت عبيط يا ابني. اطلع اطلع يالا اطلع. رفعت، الله اكبر، رفع ايه، يلا ايه بس. شغل على ميه بيضة، عايزك تطلع منهم انتاج وتبقى بطل كبير في دمياط احسن من الشيخ سامي. من لم يشكر الناس، بشكركم جدا والله، لا يشكر الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.